رجعت لكم من جديد بعد غياب اكتر من اسبوع، ولكن كله كان بسبب حظر اليوتيوب ليا لمدة اسبوع. فخلونا نخش على الفيديو على طول من غير ما نطول على بعض. متنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتكتب لنا كلمة السر يوتيوب اوتوميشن. ويلا بينا نخش على الفيديو. القناة دي عاملة فوق ال 15 مليون فيو من فيديو واحد، وعاملة فيوهات او مشاهدات بالملايين حرفيا، وهو حرفيا ما بيعملش اي مجهود. هو بس كل اللي بيعمله انه بيشتغل يوميا 10 دقايق بس. ففي الفيديو ده هنعمل تحدي، وهقولك ازاي تعمل قناة زي دي في خلال 10 دقايق بس. مش هياخد منك وقت اكتر من 10 دقايق بس، وبطريقة مجانية. فخلينا نخش على الفيديو على طول ونخش على الطريقة. وزي ما قلت لك متنساش تكتب لي في الكومنتات كلمة السر يوتيوب اوتوميشن وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا. الطريقة هي طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. اول حاجة هتخش على موقع wizard.ai. بعد ما هتخش على الموقع هتسجل دخول، طبعا انا مسجل. بعد كده هتبدأ ان انت تنزل لتحت، وهيقول لك هنا دروب فيديو لينك. طبعا هنا بيقول لك wizard uses AI to turn your long from videos into short clip. يعني هو بمعنى اصح بياخد الفيديوهات الطويله بتاعتك ويبدا ان هو فيديوهات شورتس تكون محفزه. يعني مثلا هو عامل لك هنا شرح، زي مثلا ان هو خد فيديو زاوي دون بودكاست، وبدا ان هو عمل لك فيديو تاثيرات وافكتات وخلاه فيديو عالمي بمعنى صح. الموقع ده بيدعم اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، فتقدر انت تعمل محتوى اجنبي عليه او محتوى عربي في الوطن العربي عادي جدا. خليك في الاجنبي احسن، لان الاجنبي بيبقى الار بي ام بتاعه عالي، او نسبه الربح بتاعته عاليه لكل 1000 مشاهده. يعني انت مثلا في الاجنبي ممكن يوصل لك دولار لكل 1000 مشاهدة، بينما ان انت مثلا في الوطن العربي هيوصل لك 33 ل50 سنت في البداية لكل 1000 مشاهدة. الموقع بيدعم ان انت تحط له اللينك بتاع الفيديو بتاعك من اليوتيوب او الجوجل درايف او الرامبل او الستريم يارد او تويتش، حتى تويتر، لوم، تيك توك، لينكد ان، فيسبوك، وفيميو. طيب انا دلوقتي اخترت فيديو، مثلا خلينا نخش على يوتيوب. اخترت فيديو للاستاذ احمد ابو زيد، ما اعرفش اتلخبطت في اسمه كده ليه مع اني حافظ الصم، بس قشطه يعني. هنيجي هنا وهنعمل لاسك لللينك، وبعد كده هنقول له get clips for me. حاليا هو بيبدأ يعمل ابلود للفيديو، وهو حاليا اهو عمل ابلود للفيديو، وبيقول لك اختار اللغة بتاعتك ايه. طبعا احنا عربي، احنا هنعمله عربي، وهنقول له get AI clips وهنفعلها، وهندوس هنا خلينا مثلا نخليها 1080 زي ما هي، وهندوس على ابلود. اعمل ابلودنج فوق، وهيقول لك وان كليك فايرال شورتس. هننزل لتحت كده وخلي، طبعا انت تختار اللي انا بقولك عليه دي highlight keywords remove silences. طبعا انا عشان جربت الموقع قبل كده قبل ما اشرح لكم، فعملت اعدادات. انت عامل الاعدادات كده زي بالظبط من 30 ل 60 ثانيه، 9 الى 16، واوتو ايموجي حطها هايلايتس keywords. تمام. وبعد كده دوس على جيت اي اي كليبس. طبعا هو دلوقتي عمل ابلود للفيديو، دوس على جيت اي اي كليبس. طبعا هو حاليا بيبدأ يعمل الفيديو زي ما انت شايف كده. بيقول لك finding best parts، بيشوف لك افضل اجزاء في الفيديو. وهنا ده زي استبيان كده، فكك منه خالص. خلينا بس على الشمال هنا نشوف هو هيعمل لنا ايه. طبعا ما تستغربش ان هي بتطول، ان هي بتاخد من حوالي 4 دقايق ل6 دقايق تقريبا، حاجه زي كده. يعني هو دلوقتي كاتب لي مثلا ان هو فاضل دقيقتين. هو كاتب لي دلوقتي typically takes 2 minutes، ومن شويه كان كاتب لي 4 minutes. فهو بياخد وقت. هو انت حتى لو قفلت الصفحه هيبعت لك مسج على الايميل بتاعك ان البارتس اللي انت عايزها دلوقتي جاهزه. على ما يحمل، في معلومه نسيت اقولها، وهو ان الموقع ده ليه 60 دقيقه انك تعمل لهم كليبس. يعني انت تجيب فيديوهات، مدة الفيديوهات اللي انت هتعمل لها كليبس او شورتس تكون 60 دقيقة بس. ده الفري بتاعك، يا اما هتعمل ابجريد للنسخة المدفوعة. طبعا انت كالمعتاد ال60 دقيقة بتاعك خلصت، تقوم جاي عامل ايه، داخل على موقع مهمل او تيم بميل، وتبدأ ان انت تعمل اكونت بايميل مؤقت. وبس كده عادي، هتسجل عادي جدا، وتبدأ انت تاخد 60 دقيقة وهكذا. دلوقتي الموقع عمل لنا الكليبس اللي احنا عايزينها، ولكن هو لسه بيحمل فيديوهات. طبعا دي مشكلة نت عندي، مش عايزين ندعي على الشركة والله، بس ما علينا، خلينا نكمل. دلوقتي هو بدأ يقسم لك الفيديو الطويل بتاعك لفيديوهات شورتس وفيديوهات كتيرة جدا كمان. لو بصيت هنا على الشمال، فهو قسم لك الفيديوهات وطلع لك من فيديو 18 دقيقة طلع لك منهم 11 فيديو شورتس. يعني انت الفيديوهات دي لو عملت لها
تايم على او عملت لها موعد تنزيل على اليوتيوب، انت ممكن تنزل لك يعني في سكة 4 ايام، وانت زي الباشا عملتهم فيديوهات 4 ايام، عملتهم في 5 دقايق 10 دقايق. طبعا الميزة هنا في الموقع ان هو بيبدأ يعمل لك زي اللي هو الفايرال سكور، زي ما ظاهر هنا اهو. بيقول لك بيقيم لك الفايرال بتاعه من 10 او من 10. اللي هو مثلا عامل لك الفيديو ده، بيقول لك الفيديو ده مدته 48 ثانية والفايرال سكور بتاعه 10 من 10، يعني 100% هي فايرال. وينزل تحت هنا كاتب لك الترانسكريبت، او اللي هو الكلام اللي موجود في الفيديو هو كاتبه لك هنا. طبعا انت بتبدا تنزل الفيديوهات اللي هي الفايرال دي الاول، وبعد كده بتبدا تنزل لتحت وتنزل ورا بعض. فخلينا نشوف مثلا المثال الاول او الفيديو الاول اللي هو طلعه لنا. النجاح مش بالبساطة اللي انت متخيلها. معادلة النجاح فيها عوامل ومتغيرات كتيرة جدا، وصعب انك تحصرهم في سبب او سببين، بل ان العوامل اللي ممكن انت ما تكونش واخد بالك منها اصلا اكتر بكتير من اللي انت شايفها وعارفها واخد بالك منها. وفي عوامل انت مالكش دخل فيها اصلا. يعني في مميزات لدى بعض الناس هي مميزات غير عادلة. يعني مثلا ممكن تكون ميزتك تاريخ، ممكن الأسرة اللي أنت اتولدت فيها تكون ميسورة ماديا فتدي لك دفعة وتخليك تبدأ السباق عند 70 متر. ممكن يكون تعليمك وإن أنت. ودي كانت نتيجة الفيديو اللي فايرال، وبيقول لك الفايرال بتاعه 10 من 10. وبصراحة الفيديو ممتاز بالنسبة لان انت عامله بذكاء اصطناعي. يعني انت الفيديو زي ده لو انت عملته بايديك هياخد منك وقت كبير جدا. ليه؟ لان انت تتفرج على الفيديو كله وتشوف اكتر حتة ممكن تعمل فايرال، وطبعا ده ياخد تفكير ووقت ومجهود ايه ما اقولكش. طبعا انت دلوقتي هتيجي تعمل اكسبورت، هتاخد بالك ان في هنا علامة ايه اسمها فيزر دوت اي. تبدأ تبحث على اليوتيوب على فيديو ازاي تشيل علامة ما من الفيديو. طبعا انا كسلت اقولها بصراحه عشان أنا مش عايز الفيديو يطول مننا اطول من كده. المهم ان انت هتدوس هنا تحت على كلمه اكسبورت، وهيبدا يعمل لك بريبيرنج، وبعد كده هيعمل الفيديو وهتبدا تعمل داونلود. بعد كده هتاخد الفيديو بتاعك، تبدا ان انت تشيل العلامه المائيه من فوق، من هنا كده هتشيلها من اي موقع ل ووتر مارك. اهو حاليا بيقول لك ان هو الفيديو بيتعمل، هتنزل تحت كده وتدوس على داونلود. ولكن هو بيقول لك الفيديو بروسيسنج، بيتعمل له لسه استخراج او اكسبورت. هتعمل انت ايه بقى بعد ما الفيديوهات دي تبدا تطلع؟ هتبدا تاخد الفيديوهات دي وهتنزل يوميا على القناه بتاعتك على اليوتيوب 3 فيديوهات يوميا: فيديو المغرب، وفيديو الظهر، وفيديو الفجر، او فيديو الساعة 12 بالليل، وفيديو الساعة 6 المغرب، وفيديو الساعة 12 الظهر. امشي بالتوقيتات دي زي ما قلت لك كده، وان شاء الله اضمن لك نجاح. ولو عايزين نخلي الفيديو ده تبع التحدي قولوا لي في الكومنتات وانا هعمله ان شاء الله. متنساش تكتب لي في الكومنتات كلمة السر يوتيوب اوتوميشن، تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بس كده، سلام.